بكره اكبر وابطل. خدها يا ابني مني نصيحه، انا بقى جاي لك من بكره في حاجتين. في ناس ما جوش معانا اصلا، يعني ليا اصحاب ماتوا في مدرسه، وليا اصحاب ماتوا في كليه، وليا اصحاب ماتوا اول ما اتخرجنا، وليا اصحاب ماتوا في اواخر العشرينات، وليا طول ما انت ماشي ايه ده يمشي ده يمشي ده يمشي ده يمشي، وكل مره نستغرب بقى اكون ايه ده مات لسه في الكليه، ايه ده مات بعد ما اتخرجنا، ايه ده مات اول ما اشتغل. كل شويه تتخض، هي نفس الخض. هيجي يوم انت مش هتتخض الخضه دي بس هم هيتخضوا عليك، فاعمل حساب اليوم ده. دي حاجه. الحاجه التانيه، طلع ان في ناس بتيجي لبكره وبعده والاسبوع الجاي واقسم بالله ما بيعرف يتوب، وكل عوامل الحاجه اللي كان نفسه فيها زمان واشتهاها وغلط ووقع انقطعت، وكل اسباب الانقطاع موجوده وهو لسه مكمل في الذنب، مكمل ادمان وتعود، ما بقى الشهوه خلاص. انا بقى بقول لك بطل واتقي الله عز وجل، لان اللي بيغفل عمره بيعدي وبيتسرق ورب الكعبه وهو مش حاسس، هو مش حاسس. فتوب من دلوقتي احسن. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. بدري بدري، والوقايه خير من العلاج. عييت وغلط بدري بدري، النهارده اسهل من بكره.